السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. الفيديو ديال اليوم غادي نشارك معكم هذا الكيك هذا ولا كيك بارد. صراحة ندير هاد الوقيته هادي كنبغيو شي حاجة باردة، وهذا الكيك هذا غينفعكم، والاهم انه سهل بزاف وما كياخذش منكم الوقت وناجح مليون في المية. ندوزو الطريقة على بركة الله. فغادي ناخذ واحد الاناء اللي غنخلط فيه الكيك ديالي. اول حاجه غندير بيضه متوسطه في الحجم، تكون في درجه حراره المطبخ بحال هكذا كيف ما كتشوفوا. علاش درت بيضه وحده وغندير مكونات يعني قلالين وصغارين في الكميه، لان بغيت واحد الطبقه ديال الكيك تكون رقيقه ما تكونش غليظه. غادي نزيد واحد القبيصه ديال الملحه كيف ما شفتوا معايا، ساشي سكر لافاني، كاس صغير ديال اللي كنشربوا فيه اتاي، هذاك الصغير صراحه ما عبرتش، انا كنعبر غير بالكاس اللي عندي، نتوما عبروا بالكاس اللي عندكم ديال السكر كيف ما شفتوا معايا. وغادي نخلط هاد المكونات غير بالخلاط اليدوي. هاد الكيك هذا ما غاديش ندير فيه الميكسور نهائيا، غادي نستعمل غير الخلاط اليدوي فقط. كنخلط حتى كيبان ليا داك الخليط شويه هكا، يعني داك البيض تطلق، عاد كنزيد الزيت. غادي نزيد نصف كاس من الزيت النباتيه كيف ما كتشوفوا معايا، وغادي نعاود نخلط دوك المكونات مزيان عاد باش نزيد الحليب. بالنسبه للحليب من الاحسن ما يكونش من الثلاجه نيشان، يعني هكذا تجبدوه قبل بنصف ساعه تقريبا، يعني تحيد منه ديك البروده الزايده اللي كتكون اللي كيكون يعني اللي كتكون فيه من الثلاجه. فدرت كاس كيف ما شفتوا معايا، نفس الكاس اللي عبرت به السكر عبرت به الزيت وكذلك الحليب. غادي نخلط مزيان بحال هكذا، وغنبدا نزيد في الدقيق بشويه بشويه. فهنا درت شويه ديال يعني واحد الكميه ديال الدقيق، وغادي نزيد واحد الخميره الحلويات بيكين باودر اللي كتوزن 8.5 غرام. غادي نخلط، يعني بالنسبه للدقيق دائما كنزيد بشويه بشويه حتى نحصل على القوام اللي خاصنا نحصلوا عليه. انا غنوريكم القوام اللي خاصني نحصل عليه في الاخر. هنا هذه اختياريه، النكهه ديال القهوه، يمكن لكم ديروا النكهه ديال النطا اولا اي نكهه بغيتوها تحصلوا عليها في داك الكيك. الا بغيتو تخليو غير اللوغو ديال الفاني خليوه، بغيتو تزيدوا قشور الليمون اولا قشور الحامض لكم الاختيار. انا هنا مولفه كنخليها غير بالفاني. هاد المره كانت عندي هاد النكهه ديال القهوه وقلت علاش ما نديرهاش. هنا درت الكميه الكامله اللي غتخصني ديال الدقيق. بالنسبه لنوعيه الدقيق اللي درت الفورس الحرش، يعني كاين عندي فورس الرطب، ولكن قلت نجرب بالفورس الحرش وصدقات زوينه، ماشي ضروري يكون فورس يعني ديال الحلوى. صافي زدت واحد النقيطه ديال الخل كيف ما شفتوا معايا. هنا كانت القوام ديال العجينه كان ثقيل بزاف، عليها زدت واحد الكميه تقريبا واحد المعلقه ديال الحليب بس باش نحصل على واحد الخليط ما يكونش ثقيل بزاف. فغادي تشوفوا معايا لا تيكستور ديال الخليط اللي خاصنا نحصلوا عليها. هنا المول اللي غادي ندير فيه الكيكه دهنته بالزبده اولا الزيت ورشيته بالفينو، رشوه بالدقيق ولا اللي بغيتو نتوما. انا كيعجبني دائما نرش بالفينو، فاش كنبغي هكا نحيدو يعني من بعد ما نقلب الكيك مثلا، ماشي في هاد الكيكه كنهضر على الكيك العادي اليومي، فاش تبغيو تقلبوه كتكونوا راشين داك المول بالفينو. فاش كتبغيو هكا تحيدوا داك الفائض ديال الدقيق دغيا كيتحيد الا درتو الفينو، اما الا درتو مثلا الفرص الرطب كيلصق في هذيك الكيكه ما كيبغيش يتحيد. صافي هنايا شوفوا القوام ديال الكيك كيف داير ديال الخليط عفوا. غادي نحاول انني نوزع هذاك الخليط على السطح ديال المول كامل باش كتجيني واحد الطبقه متساويه. بالنسبه للفرن انا ما كنشعلوش من قبل حتى كندخل الكيك عاد كنشعل الفرن من التحت. انا عندي الفران كيطيب لي الكيك من التحت ومن الفوق دقه واحده، يعني ما كنحتاجش انني نشعل ليه من الفوق نهائيا. نتوما غادي طيبوه حتى يبان لكم طاب وتحسوا به بلي صافي يعني طاب ما بقاش مدقس من الداخل، وغادي تشعلوا ليه يتحمر من الفوق. الكيك ديالي من بعد ما خرج غادي نخليه وغادي ندوز باش نصاوب الطبقه اللي فوق من الكيك.
بالنسبه لهاد الكريمه هادي درت فيها نصف لتر ديال الحليب. انا تقريبا درت اكثر من نصف لتر ديال الحليب شويه، يعني ما كاملش، تقريبا زايده على نصف لتر بكاس، يعني ما عرفتش كيفاش نقول لكم بالعبار يعني. هنا زدت عليه واحد ساشي ديال فلون كراميل. غادي نزيد تقريبا 3 ديال المعالق ديال الكريم باتيسير عامرين مزيان. انا فيا واحد القاعده خايبه، حتى كندير القياس وكنبدا نزيد عاوتاني بشويه 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 يعني في المجموع ديال الملاعق اللي درت ديال الكريم باتيسير 3 ديال المعالق كبار عامرين مزيان. علاش؟ باش كيخليو ان داك القوام ديال الكريمه يجي ثقيل، يعني يجي عاقد. غادي نزيد واحد 3 المعالق ديال السكر كتبقى يعني حلاوه، كتبقى على حسب الرغبه ديالكم والذوق ديالكم. غادي نميلونجي مزيان هاد المكونات على البارد، عاد نديرو فوق النار. من بعد ما عقد لينا الخليط كنطفيو ليه. وهنا غادي ندير هاد الدانيت ديال الكراميل من وزن 80 غرام. يمكن لكم ديروا اكثر على حسب، انا كان عندي غير واحد صافي درتو. الا بغيتو تزيدوا يمكن لكم تزيدوا. صافي غادي نخلط مزيان حتى كينسجم داك دانون مع داك الكريمه اللي عندنا، وغادي نديروها فوق من الكيك بطبيعه الحال. بطبيعه الحال ما تكونش سخونه بزاف، يعني شويه اصلا فاش كتجيو تحركوا مزيان داك دانيت مع الكريمه راه كيزيد تحيد من هذيك السخونيه اللي كتكون زايده بزاف. صافي هنا غنحاول انني نديرها من الفوق، وضروري ان الكريمه تكون عاقده، يعني ما تكونش مايهه. الا درتوها مايهه غادي داك الكيك غيتشرب لكم هذاك الكريمه، يعني الا كانت مايهه. العكس الا كانت عاقده غتبقى كطبقه من الفوق. نحاول انني نقدها مزيان فوق من الكيك باش كتجيني طبقه ثانيه متساويه. وغادي ندخلها الثلاجه 6 سوايع 7 على حسب الثلاجه ديالكم. المهم ان تخليوها حتى تعقد هذيك الكريمه، عاد تزينوا. هنا من بعد ما عقدت هذيك اولا من بعد ما بردات مزيان هذيك الطبقه اللي الفوق، غادي نزيد واحد دانيت شوكولا تا هو الوزن ديالو 80 غرام. يمكن لكم تزيدوا اكثر، نتوما القياس كيبقى على حسب الاختيار ديالكم. انا درت غير واحد فقط. صافي كنحاول انني نوزعو بشكل متساوي بهذا الشكل هذا، وكتكون هذه هي الطبقه الاخيره. وغادي نقطعها على شكل مربعات الحجم اللي بغيتو ولا القياس اللي بغيتو. وكتقدموها. يمكن لكم انكم تزينوا بشوكولا من الفوق، يعني هكا تقطعوها طريفات وتزينوا بها، اولا بسكوي، اولا تخليوها غير هكذا كيف ما درت انا كيك. ومنها حاله بارده في هذا الصيف هذا. نتمنى الفيديو يكون نال اعجابكم، ما تنساوش تبارطاجيوه مع الاهل والاحباب باش تعم الفائده على الجميع. شجعوني بشي لايك زوين وكذلك شي تعليق محفز. نتلاقاو في الفيديو الجاي وصفه جديده، والسلام عليكم.